يومك ممكن يبقى أحلى كتير لو صحيت من النوم بعد حلم سعيد، هتصحى نشيط ومبسوط ومزاجك مظبوط. والعكس صحيح، أي كابوس مزعج ممكن يقفلك اليوم من قبل ما يبدأ أصلا. عشان في فرجة نشاطك ومزاجك وإنتاجيتك يهمونا، هنقولك في 7 خطوات إزاي تخلي أحلامك كلها سعيدة. خلينا نتفق إنك عشان تنام نوم هادئ وتحلم أحلام سعيدة لازم البيئة المحيطة بيك تكون مهيئة لده. فاحرص إنك تقلل مصادر الضوء لمكان نومك قدر الإمكان، كمان تمنع عنه أي صوت أو ضوضاء، وأهم حاجة تختار نغمة للمنبه ما تكونش صاخبة عشان ما تخلكش تصحى مفزوع، بس في نفس الوقت مش هادية جدا عشان ما تشاركش معاك في أحداث الحلم. ما تستغربش لما تعرف إن أكلك ليه دور مهم جدا في تحديد أحلامك. أكل البروتين على مدار اليوم بيساعد على تصنيع هرمون السيروتونين المسؤول عن النوم والراحة. الأكل الدسم أو الحار قبل النوم مباشرة بيزود فرصة الأحلام المزعجة بنسبة كبيرة جدا. ومش محتاجين نقولك عن أضرار الكافيين بالليل، أكيد انت عارف. بس أهم نقطة إنك ما تنامش وانت جعان. النوم ببطن فاضية مضر للصحة ويسبب الوفاة. لا بنهزر، بيسبب كوابيس بس. تجنب التمارين الرياضية أو أي مجهود عضلي في فترة المساء، لأنها ببساطة بترفع من ضغط الدم وبتمنع الجسم من إنه يوصل لحالة كاملة من الراحة والاسترخاء. أصدقائنا محبي الأفلام، بلاش نتفرج على أفلام الرعب قبل النوم، لأنك ببساطة إما مش هتنام أصلا أو هتنام وهتكمل الجزء التاني من الفيلم في الحلم. في إحصائيات عملت سنة 2011 لقوا إن 80% من محبي أفلام الرعب بيحظوا بأحلام مزعجة مرتين على الأقل كل أسبوع. قبل ما تنام مباشرة هات ورقة وقلم واكتب كل الأفكار اللي بتدور في ذهنك، كل المخططات اللي عايز تعملها بكرة، وأي حاجة واخدة جزء من تفكيرك. الطريقة دي مثبت علميا إنها بتساعد على تصفية الذهن، واللي بيدوره مش هيخلي فيه أي حائل بينك وبين الأحلام السعيدة. كده هتنام وانت عارف إن كل أفكارك هتبقى قاعدة مستنياك تاخدها وتكملها بعد ما تصحى. إيه رأيك إنك مش بس هتحلم أحلام سعيدة، انت كمان هتختار الحلم بتاعك؟ في أبحاث بتقول إنك تقدر تعمل كده لو قبل ما تنام مليت ذهنك بأفكار تخص نفس الفكرة أو الموضوع اللي عايز تحلم بيه. كمان لو في كابوس أو حلم مزعج بيطاردك تقدر تتخلص منه نهائيا لو استخدمت نفس الطريق، بس هتفكر في الحلم مع بعض التعديلات اللي تخليه مش مخيف بالنسبة لك. بشكل أو بآخر عقلك هيمحي التفاصيل المزعجة دي ويبدلها بأخرى من اختيارك. جربوا الطريقة دي وشاركونا نتائجكم في الكومنتس. تصبحوا على خير وأحلاما سعيدة. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تشوف حلقاتنا اللي فاتت.